عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى تعالوا اقول لكم انا رحت فين وجبت ايه، ويا ترى بقى الحاجات حلوه ولا مش حلوه. زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى اول حاجه نقول بسم الله. وانا رحت النهارده كده هايبر العصيمي. زوجي كده جاب لي مجله بتاعته، وقلت اقعد بقى اشوف الحاجات. في حاجات شدتني الصراحه، وقلت ايه اما اروح كده بقى ايه اعمل واحده كده واروح ايه بقى الف كده في الهايبر واجيب الحاجات اللي انا عايزاها. بس قبل ما انزل طبعا كلمت واحده صاحبتي ووريتها الحاجات اللي عجبتني، وقلت لها ايه رايك لو مجربه حاجه قولي لي من الحاجات ديت، لان انا الصراحه اول مره اجيب حاجات مجمده من هايبر وكده. فقالت لي مثلا البرجر كويس اللي انا هوريه لكم دلوقتي، و... وفي حاجات كده كانت بانيه وستريبس وكده. قالت لي لا مش حلو، انا كنت معلمه عليهم هجيبهم ما جبتش. الصراحه كانت الاسعار جميله جدا، فقلت اجيب حاجات كده تمشيني ايه بقت الشهر، وايه وهو شهر ويعدي يمكن الدنيا ترخص. المهم كده كمان لقيت بط فريش، الكيلو عامل 109. في بط كامل وفي صدور وفي وراك. انا جبت صدور، جبت كده كيلو من الصدور دوت. ده صدري بطاية يعني يعتبر نص البطاية، عامل 100، عامل كيلو 300، عمل 152 جنيه. بسم الله ما شاء الله، حلو جدا وكبير زي ما انتم شايفين كده. قلت احسن من الفرخة، يعني الفرخة البيضة برضو هتعدلها ال150 جنيه. فقلت لا تغيير بقى، واجيب ايه البط. وانا البط الصراحة مجربه، يعني انا مش اول مرة اجيب البط العابد فريش، بجيبه على طول في رمضان. الصراحة بسم الله ما شاء الله جميل. غسلتها كده وخليتها زي الفل، وصفيتها وبشرت لها بقى بصلايه وطماطمايه وفلفل اسود 7 بهارات وحبهان وقرنفل ولورا. هقلبهم كده وانزل عليها اتبلها واشيلها من التتبيله كده، بحيث لما اجي استعملها كده تبقى شربت من التتبيله كده وبقت زي ايه، وطعمها حلو. وفي نفس الوقت الصراحه قلت اجيبها عشان هي بتعمل شوربه حلوه قوي، بحب شوربه البط جدا. اعبي منها اكياس واشيلها، بحيث ان انا اجي مره مثلا اطبخ من غير لحوم، اطبخ بالشوربه بس. عايزه تعملي شويه ملوخيه جنب محشي تمام، برضو من غير لحوم يبقى عندك الشوربه. وهكذا شويه لسان عصفور. جبت كمان كيس اللحمه دوت اللحيمي، عامل 600 جرام، كان عامل 97 جنيه. يعني هنقول عامل 100 جنيه، 600 جرام حلو جدا. اللحمه اصلا اللحمه المستورده بقت عامله 320 جنيه. فقلت اجيب كيس واجربه، لان انا زي ما قلت لكم اول مره اجيب الحاجات ديت. انا لما لقيت الاسعار كده حلوه الصراحه قلت اما انزل واجيب، وحاجات حاجه تشيل حاجه كده ونمشي ايه دنيتنا، وفي نفس الوقت فيها لحوم. فانا هعصجه كده، بس هو لسه ما فكش، وهحطه على جنب يفك يعني، وبعدين نشوف هنعمل بيه ايه. جبت كمان اللحامي، يعني كان فيه كذا نوع، كان فيه المراعي وفي اللحامي وفي حلواني باين وثري شيفس. فالصراحة صاحبتي قالت لي اللحمي حلو، هي مجرباه فأنا جبته. هنا 20 قطعة حوالي كيلو. دوت كان عامل حوالي 98 جنيه. برضه هنقول 100 جنيه. تمام كده. ونشوف بقى هنعمل بيهم كام أكلة. دول 20 قطعة. هقسم كل 10 لوحدهم، كل 10 احطهم في طبق. احنا 4 أفراد، يعني مثلا كل فرد مننا هياخد 2، هيبقى مثلا يبقى 8، بقى 2 برضه هخليهم. بابانا بقى كل زيادة، حد خد واحدة زيادة. حلوين قوي زي الفل. ممكن نعملهم بالبيض والبقسماط جنب مكرونة، ممكن اعملهم كده جنب بطاطس محمرة. يبقى كده اكلتين، لو الاكلة واقفة مثلا ب50 جنيه. حلو جدا. يعني ما فيش دلوقتي لحوم ب50 جنيه. فانا فكرت كده قلت لا هيبقى تمام لو الكيس كده ب100 جنيه. يعني انا دلوقتي عشان اعمل البرجر في البيت انا بكلفه النص كيلو لحمه. هجيبها مثلا قولي 150 جنيه لحمه صافي، وغير الحاجه اللي انا هضيفها. فده بالنسبه لي موفر. جبت كمان لبنيتا دوت عليه عرض، ده كيلو كامل الدسم عامل 36 جنيه. جبت كده 3 ينفعنا في الفطار، بس ده خارج الميزانية اللي انا بقول لكم عليها. لكن اللحوم ديت انا جايباها من الميزانية ومن مصروف بيتي. انا لسه معايا نص الشهر التاني، فقلت مش مشكلة اجيب الحاجة واشيلها. كده كمان قلت كمان بقى بالمرة وانا واقفة كده بوريكم الحاجة، نعمل كده اكل اقتصادي مع بعضينا كده من بواقي التلاجة. كان عندي لفة جلاش، عندي ربع كيلو جبنة قريش، شوية جبنة موتزاريلا، على قرنين فلفل رومي، وشوية كمون، وشوية ملح. وقلت اعمل لفة الجلاش ديت جنب بطاطس محمرة، والحمد والشكر ليك يا رب. واكلة ويوم وهيعدي.
يوم يشيل يوم. انتي مرة بقى تعملي مثلا البط دوت على طبيخ يقعد عندك يومين. هتعملي مثلا مرة برجر جنب مكرونة. هتعملي مثلا هنعصج اللحمة، هناخد طبق نحطه في مكرونة بشاميل تقعد يومين، بطاطس محشية تقعد يومين. يعني بصي، كل وجبة من دولت هتقعد معاكي يومين. فطبعا موفرة جدا. يعني انا الحاجة دي كلفتني حوالي 400 بس. كنت جايبة حلاوة وجايبة اكياس توابل. يعني قولي 400 جنيه. حلو قوي. 400 جنيه حلو قوي لانهم يكفوكي مثلا 10 ايام زي الفل. وتروحي جايبه بقى حبه الخضار بتوعك وظبطي امورك. طبعا انت مش كل يوم هتعملي حاجه من الحاجات ديت. هتعملي مره كشري، مره عدس، مره شكشوكه وبطاطس. تعملي مثلا مره كشري بعدس اصفر جنبيه بيض مسلوق. حلو قوي. هنا بقى حطيت نص الجلاش بين كل طبقتين، بدهن سمنه. سمنه وزبده، سمنه وزيت، زيت وزبده. اي حاجه اللي عندك، يعني اي ماده دهنيه. وهحط كده الجبنة في النص وبعدين هحط بقية الجلاش. وطبعا وانا شغالة فيها مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. فقلت كده اديكوا افكار كده، لو حد حابب العروض ديت موجودة لحد يوم 13 فبراير. لسه النهاردة 11 اهو او 11. يعني اللي عايز يلحق لو قريب منه ينزل يشوف العروض. كمان على فكرة كان في لمتنا مكرونة كانت عاملة كانت عاملة حوالي حاجة وعشرين جنيه، الصراحة مش فاكرة. حوالي 27 جنيه حاجة زي كده. حلوة جدا. كان الكيس كيلو. انا كنت هجيب بس ما كانش لسه نزل المكرونة ما كانش لسه نزلت يعني في العرض. بس صراحة لا، البانيه عندهم غالي. الفراخ عندهم فراخ متبلة. كانت الفرخة متبلة عاملة 150 جنيه. فقلت لا، خلينا كده في البط احسن. على الاقل انا اللي هغسله وهتبله براحتي واعمله براحتي. يعني عشان انا مش بحب موضوع الحاجات الجاهزه ديت. وكمان قلت البانيه خلاص، انا اجيب انا بقى بانيه مثلا بال150 جنيه اللي كنت اجيب بيهم كيس البانيه الجاهز او الستريبس. لا، اجيب بيهم انا بانيه فريش واوظفه بقى زي ما انا عايزه. اعمل كفته، اعمل شاورما، اعمل ستريبس، اعمل اللي انا عايزاه الصراحه وهيرمي معايا. هنا بقى خلصت كده. معلقتين سمنه من اللي اتبقوا عليهم بيضايه، فلفل اسود وملح. وكمان لبن مليك كده السلطانية لبن. وهضربهم كويس وهنزل بقى كده بيهم على الجلاش. هسقي بيهم الجلاش. وهروح رش على وشهم كده سمسم وحبة البركة. بحب اوي الجلاش بالسمسم وحبة البركة. وبس كده واروح مدخلهم الفرن. آه هنسلق بقى البط كده ونعبي بقى كده الشوربة بتاعته في اكياس وهنشيلها. تيجي مرة تعملي محشي، تاخدي كيس تسقيه بالمحشي وتعملي جنبيه ملوخية، تعملي جنبيه لسان عصفور. يبقى زي الفل. هتعملي مثلا تطبخي مرة كده برضو بكيس تاني وتروحي طبخة برضو مرة كده من غير لحوم من غير اي حاجة. والدنيا هتمشي. اهم حاجة كل ما تعملي مثلا فراخ او لحمة تسلقيها، زودي المية عشان يطلع معاكي شوربة بزيادة. وتشيلي لي كيسين 3 كده في التلاجة تستعمليهم في اي وقت تاني تحتاجي فيهم شوربة لأي اكل بقى. هنا بقى مسكت اللحمة كده قلت اعصجها، حطيتها على النار ووطيتها عقبال ما فكت كده. نزلت بمعلقة سمنة كبيرة وبعدين فرمت لها كده بتاع حوالي 3 4 بصلات وسط. الكيس ده 600 جرام يعني ازيد من النص كيلو. هحط بقى كده عليه بصل. انا قلت اعصجه الصراحة، كنت هقسمه كده اعمل نصه مثلا كفتة والنص التاني اعصجه. قلت لا، خليني اعصجه كله احسن. لان هي يعني اللحمة ايه ماشي حالها. يعني مش اللي هي الحلوة قوي ومش الوحشة قوي، يعني كويسة. تقدري تدخليها في طبيخ وفي صواني زي ما انا قلتلك. هنا بقى نزلت كده بالبصل وهتبلها. مش هضيف بقى ولا جزر ولا طماطم ولا اي حاجة تاني علشان لسه انا مش عارفة هعمل بيها ايه وهدخلها في ايه. هوظفها بقى كده لما اجي ايه استعملها. هنا خلاص عصقتها كده كده هتبرد وبعد كده هقسمها في اطباق. هنا بقى الجلاش بتاعي طلع. شايفين الجمال؟ طبعا الجبنة جوه ساحت. الجبنة القريش بتسيح والجبنة الموزاريلا بتسيح. بس طعمه وريحته حلوة قوي. بص لونه الصاجات دي حلوة جدا. الحاجة ما بتلزقش فيها وبتطلع الحاجة سوا جميل قوي.
لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسينيش يلا في اللايك وفي الشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واوعي تنسي تشتركي بقى وخشي كده دوسي لايكات كتير 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 وفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. انا بوريكي كده بقى من جوه. بصي الجبنه ساحت يعني هي مش باينه بس ريحته وطعمه حلو قوي ما شاء الله. والصاج يعني هيرمي معاكي كتير. بس كده يا ست الكل. نيجي بقى نشوف كده تقسيمتنا للحاجة. قسمت كده اللحمة على طبقين، ممكن تقسميهم على 3 بس انا برضو زي ما قلتلك عشان مش عارفة لسه هدخلهم في ايه فمش مشكلة. خدي اللي يكفيك انت. ممكن تاخدي معلقتين تعملي صينية آه مسقعة في الفرن حلو قوي. وادي كمان البط قسمته كده على طبقين بس انا هعمله على مرة واحدة عشان زي ما قلتلك احنا 4 افراد فمش هينفع يعني ان انا اعملها على مرتين بس. وادي البرجر. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبك.